السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. طيب احنا هنبدا ان احنا نكمل ان شاء الله باذن الله الفيديو اللي احنا عملناه المره اللي فاتت. طيب لو جينا بصينا دلوقتي كده احنا خلاص خلصنا مثلا الحركه بتاعتنا. بص لو احنا جينا رجعنا ده دلوقتي كده مثلا من الاول تاني اهو، دخلنا لفت تمام. طيب انا وصلت لحد هنا والحركه بتاعتي انتهت خلاص. طالما الحركه بتاعتي انتهت يبقى انا محتاج دلوقتي كده ان انا اقطع الباقي. تمام؟ يعني لو جيت بصيت حضرتك دلوقتي كده هي دي اللاير دي بتبقى موجوده على طول. تمام؟ الايه التايم لاين يعني موجوده لحد اخر لحظه. تمام؟ او لحد اخر لحظه بالشكل ده. طيب انا دلوقتي كده خلاص خلصت الحركه بتاعتي وعايز اقطع الموضوع ده. طب انا عشان اقطع، احنا اتكلمنا على موضوع القطع ده في الاول، لكن لما تبقى موجوده في الاول. طب افرض دلوقتي كده انا عايز اقطع هنا، بيبقى ليها كده شورت كات هو عباره عن الالت. تمام؟ وبعد كده حرف الدال بالعربي. تمام؟ طيب وبعد كده هتصغر الجزء ده بحيث ان هو يبقى جاي على الكي فريم بتاعك. تمام؟ طيب لو انا جيت بصيت دلوقتي كده، ركز دلوقتي كده معايا على الحركه اللي انا هعملها دي. همسك السلايدر واجيب اخر البتاع دي خالص. تمام؟ او اجيب اخر التايم لاين. في هنا جزئيه لونها ازرق. الجزء اللي لونه ازرق ده احنا بنقول عليه الورك اريا. تمام؟ يعني ايه الورك اريا؟ يعني نهايتي هتبقى في المكان ده بس. يعني مثلا انا ممكن اعمل دلوقتي كده الفيديو وليكن مثلا 15 ثانيه، بس انا نهيت الفيديو عند 12 ثانيه، فساعتها همسك الورك اريا دي وابتدي ان انا اشدها بالشكل ده. فانا عايز مثلا دلوقتي كده ان الفيديو بتاعي ينتهي عند النقطه دي بالظبط. بص ايه اللي هيحصل دلوقتي كده؟ الفيديو هيقعد يتعاد. ليه؟ لان نهايه الفيديو عند النقطه دي بس. طب لو انا جيت طولت، بص بقى دلوقتي كده معايا، ركز. طولت هيبقى عندي دلوقتي كده بقيه اللاير اللي جايه. يعني بص لاحظ معايا كده تاني اهو، ركز معايا. هنا الحركه بتاعتي، بعد كده هنا فراغ، والفراغ بتاعي هيظهر لونه اسود، وبعد كده الطبقه الثالثه اللي هي اللي موجوده هنا ظهرت. فهمت القصد؟ فهمت الفكره ماشيه ازاي؟ طيب تعال دلوقتي كده نبدا ان احنا نكمل الباقي. هبتدي ان انا امسك اللاير بتاعتي واضغط على الشيفت. تمام؟ علشان تيجي بالظبط على الايه الكي فريم بتاعي. طب لو انا ضغطت من غير شيفت هتقدر انك تتحرك قدامها او وراها، لكن لو عملت كي فريم، لو ضغطت دلوقتي كده على شيفت وجيت على اللاير بتاعتها او اتحركت، هتقف عند الكي فريم بتاعك بالظبط. ودي حاجه مسؤوله جدا عن الدقه. تمام؟ وان ما يحصلش اي اختلافات. تمام؟ على الايه على اللايرز بتاعتك، بحيث ان تبقى الحركه بتاعتك سموث وكل اللايرز ورا بعضيها. واهم حاجه السيكونس بتاعت اللايرز ده اللي هيديك فيديو احترافي وفيديو سلس وسموث. طيب تعال دلوقتي كده نبص اللي هيحصل. الحركه بتاعتنا حصلت وبعد كده ظهرت اللاير بتاعتنا الثانيه. طيب انا الهدف بتاعي مش ان هي تظهر او ان انا اوريك ان هي بتظهر، لا، انا الهدف بتاعي ان احنا نعمل دلوقتي كده حاجه اسمها الشيب، انك ازاي ترسم. تمام؟ على الايه اللاير بتاعتك. تمام؟ تعالى دلوقتي كده نتكلم على جزئيه الرسم، ودي اللي احنا قلناها وهي عباره عن البين تول. ركز معايا. فاكر ان احنا قلنا ان احنا بنرسم بطريقتين، اما عن طريق دلوقتي كده اشكال مرسومه جاهزه. تمام؟ وتقدر انك تتغير فيها عن طريق شورت كاتس، عن طريق مثلا دلوقتي كده مره الكنترول، مره الالت، ومره دلوقتي كده الكوره بتاعه الماوس، كل الحاجات دي. تمام؟ طيب تعال دلوقتي كده ان احنا دي الطريقه اللي هي الاولى في الرسم، بس طبعا انا مش هينفع ان انا اجي وارسم لك مثلا دلوقتي كده دي يعني بالشكل ده. فاهمني؟ لكن انا عايز حاجه تبقى انا حر ارسم بقى اللي انا عايزه. ارسم مثلا دلوقتي كده شكل مربع، شكل مستطيل، ارسم خط، ارسم كيرف، ارسم دلوقتي كده شكل السنه عشان اقدر ان انا اديها تاثير فيبقى الشكل بتاعها جمالي. كل الكلام ده. طيب علشان ترسم الجزئيه دي لازم تضغط على البين تول. تمام؟ طيب البين تول هي المسؤوله عن جزئيه الرسم. تعالى بقى دلوقتي كده نتكلم على جزئيه الرسم. الحاجات اللي لها علاقه بجزئيه الرسم هتلاقي عندك فوق هنا الحاجتين دول، حاجه اسمها فيل وحاجه اسمها ستروك. الستروك ده عباره عن الخط اللي حضرتك بترسمه. تمام؟ لكن الفيل ده الحاجه اللي هي بتملى اللي انت رسمته. افهمك. لو انا جيت دلوقتي كده على الايه المربع ده، تمام؟ هلغي الفيل. انا دلوقتي كده هلغي الفيل، هضغط على الفيل وهلغيه. بلغيه عن طريق ان انا بعمل الاوبشن ده. تمام؟ طيب هاجي ارسم دلوقتي كده الايه المربع بتاعي. تعال نقرب بالشكل ده كده عشان تبقى الدنيا واضحه. رسمت المربع. تمام؟ او المستطيل. ظهر عندي الستروك.
الاستروك ده هو ده الاستروك، تمام؟ هنا الحجم بتاعه 1، تمام؟ طيب انا ممكن انا اكبره، اضغط عليه واخليه مثلا سي 5. شايف الاستروك لونه ابيض ازاي؟ تمام؟ طيب في بقى جزئيه نسيت اقولها لك، هي لما تيجي ترسم لازم حتى لو جهازك تعبان خالص لازم تخلي الكواليتي فل. لاحظ الفرق ما بين الفول والكوارتر. بص شايف عندك هنا الدنيا مبكسله، الدنيا مش واضحه، لكن وانس انك عملت فل الدنيا بقت واضحه عندك. طيب هنخليه دلوقتي كده يرجع مره ثانيه للايه؟ للواحد. علشان تغير لازم تكون متك على اللاير، تمام؟ فده الشكل بتاعك وهو واحد. حلو؟ طيب انا مثلا دلوقتي كده عايز اغير اللون بتاعه، هضغط على اللاير بتاعتي اللي انا راسمها وهدخل دلوقتي كده هنا على الكلر بتاعي لونه احمر اهو، غيرت اللون الاحمر. فاهم الفكره؟ طيب تعالى بقى دلوقتي كده نعمل فيه فيل. هعمل مثلا فيه الفيل بتاعي باللون الايه؟ الازرق ده مثلا. فاهم الفكره؟ الفيل هو اللون الداخلي. ركز دلوقتي كده معايا، انا الاستروك هو اللي لونه احمر، تمام؟ والفيل هو اللون الداخلي. وده بيحصل الفيل ده امتى؟ لما تكون مقفل الشيب، يعني الشيب يكون مقفول. ده هنستخدمه؟ هنستخدمه. طيب وهقول لك دلوقتي كده في الفيديو ده، لو انا جيت بصيت انا خلاص دلوقتي كده خلاص انا عرفتك دلوقتي كده الموضوع بيحصل ازاي. طب انا دلوقتي كده مش محتاج الجزئيه دي، انا محتاج الفري هاند، تمام؟ هلغي الفيل، بضغط على الفيل واضغط على الاوبشن ده ان هو مفيش اي فيل خالص. وهرجع امسك الايه؟ البين تول بتاعتي وهرسم بقى الشكل اللي انا عايزه. زي مثلا انا عايز ارسم دلوقتي كده مثلث مثلا، هرسم نقطه، الثانيه، الثالثه، الرابعه، هقفل دلوقتي كده المثلث. حلو؟ طيب عايز مثلا دلوقتي كده ارسم شيب مثلا دلوقتي كده ليه علاقه مثلا بالايه؟ زجزاج مثلا، اهو هرسم زجزاج. تمام؟ طيب كل الحاجات دي احنا بنبدا ان احنا نرسمها، وهنا انا كده دلوقتي كده واخد راحتي، تمام؟ طيب هنلغي الاثنين دول عشان هنبدا ان احنا بقى دلوقتي كده نستخدم الرسم على الاسنان. هنتك على المسطره ونرجع دلوقتي كده عن طريق اللي هي الكوره اللي موجوده في الماوس، تمام؟ وعايز دلوقتي كده ان انا ارسم على الاسنان. عايز ارسم على الاسنان. علشان ترسم على الاسنان من غير ما يحصل اي غلط لازم تبقى متك على اي مكان، تمام؟ غير اللاير بتاعتك. انا دلوقتي كده متك على اللاير، تمام؟ امتى بعرف ان انا متك على اللاير؟ ان الحدود دي بتبقى موجوده ظاهره. شايف الحدود دي؟ تمام؟ كده انا ضاغط على اللاير. طيب هضغط في اي مكان بعيدا عن الجزء بتاع اللاير. هنا مثلا اختفى اهو. انا مش بتكلم على الحز ده يا جماعه، انا بتكلم دلوقتي كده على النقط المربعات اللي بتظهر. ده معناه ان انت عامل سيلكشن او مختار الطبقه دي. فاهمني؟ طيب انا دلوقتي كده هختار في اي مكان بعيد، اختفت المربعات، يبقى انا دلوقتي كده مش مختار الايه؟ اللاير بتاعتي، تمام؟ كده اقدر ان انا ارسم باريحيه من غير ما يحصل غلطات. احنا مش بنعتبرها ساعات غلطات، احنا بنعتبرها على حسب الوظيفه اللي انت عايز توظف فيها البين تول، لان البين تول ليها وظيفتين. الوظيفه الاولانيه ان هي عباره عن عمليه رسم، والوظيفه الثانيه هي عباره عن عمليه اخفاء، ماسكينج، تمام؟ هنتكلم عليها بس في فيديو لوحده. تعال دلوقتي كده هنعمل دلوقتي كده الجزئيه اللي هي بتاعه الرسم. انا عايز ارسم، فحضرتك عشان ترسم بشكل كويس اول حاجه اتاكد منها ان انت عندك دلوقتي كده دي فول، وتك على المسطره وتقرب وتقرب بالكوره اللي موجوده في الماوس زي ما حضرتك قربنا كده، ونغير مثلا اللون بتاعنا للون وليكن مثلا الايه؟ خلينا مثلا دلوقتي كده في الايه؟ في الازرق، تمام؟ طيب علشان ترسم بالبين تول ده بيبقى عن طريق الكليك يمين. لو ضغطت ضغطه عملت نقطه، النقطه دي بقول عليها فيرتكس، تمام؟ دي الراس بتاعه البدايه. بعد كده بدخل على النقطه الثانيه فعملت فيرتكس، نقطه ثالثه فيرتكس. الله، طيب دلوقتي كده الموضوع ده شارب، والسنان بيبقى فيها حاجات راوندد وحاجات شارب وحاجات راوندد الى اخره. طيب هعمل الموضوع ده ازاي؟ ركز معايا. كل اللي عليك انك هتضغط كليك يمين، ولكن هتطول في الضغطه. كليك يمين وطول في الضغطه وشد، فتكون عندي الخطين دول. ده بيدي كيرف او بيدي سموثنس، تمام، للخط. طيب تعالى دلوقتي كده مثلا عايز تحرك مثلا دلوقتي كده الخط ده، بتضغط على المربع. اي حركه هتغيرها عن طريق المربع تضغط عليها ضغطه مطوله وتتحرك بيها بالشكل ده اهو.
تمام؟ فانا هتحرك بيها بالشكل ده وارجع اضغط بره واظهر على اللاير مره ثانيه. تمام؟ هكمل بقيه الرسم بتاعتي. طبعا هو ما ظهرش حاجه لان انا لسه ما رسمتش، انا رسمت هي دوت واحده بس. تمام؟ فعلشان ارسم الكيرف اللي حضرتك شايفه قدامك ده لازم اضغط واشد تاني. هتضغط دلوقتي كده اهو على الكليك يمين وتشد فترسم كيرف. ركز دلوقتي كده، بص اترسم كيرف معايا بالشكل ده. ونكمل برضو نفس الكلام على هذا النمط. تمام؟ لو دي اختفت حضرتك بتتك فيه وتضغط عليها. تمام؟ وتظهر على البين تول مره ثانيه. تمام؟ بتبدا انها تظهر، او ان حضرتك بتضغط على المربعات اللي بتظهر عندك دي فتظهر لك مره ثانيه اهو. بص اهو ظهرت لك كده، اضغط على المربعات هيرجع موضوع الرسم. طيب في نقطه مهمه جدا، حضرتك انت هنا النقطه دي متظلله. ركز دلوقتي كده معايا، بص النقطه دي متظلله بس هنا ما فيهاش تظليل. هتلاقي ان المربع اللي جوه ده يعني ما فيهوش فل، تمام؟ فاضي، لكن ده مليان. ده معناه ان حضرتك ان النقطه المليانه دي هي النقطه اللي انت هتبدا من خلالها الرسم. فاهم قصدي؟ تمام؟ طيب اهو يبقى انا هبدا من هنا الرسم برضه نفس الكلام، هتضغط وتشد. طب بص كده، لو انا عكست الموضوع هضغط على الفي وهبدا ان انا ارسم تكمله من هنا، هضغط على النقطه دي فهيبقى دلوقتي كده المربع ده اتملى، فانا مش هبدا من هنا، لا ده انا هبدا ساعتها من هنا. ركز دلوقتي كده، هرجع للبين تول مره ثانيه اهو. بص الرسم بتاعي جالي ازاي؟ فلاحظ الفرق ما بين الجزئيات دي لان الحاجات دي هتفرق معاك وممكن تلخبطك. تمام؟ فنرجع مره ثانيه للايه؟ للاوريجن بتاعنا، نتك على حرف الفي ونرجع للنقطه بتاعتنا ونكمل الرسم. انا هكمل دلوقتي كده الرسم ده سريعا عشان نكمل الباقي بتاعنا. تمام؟ اهو ابتدي ان انا ارسم. موضوع الرسم خلي بالكم هياخد منك وقت كبير جدا عشان تتعلمه، عادي جدا مفيش اي مشاكل. انا برضو كنت في الاول كده عادي يعني، فعادي ما تقلقش، الموضوع بسيط هياخد منك وقت. تمام؟ ولكن هتقدر انك تظبطه بعد كده. انا هرسم بسرعه حتى لو في اي غلطات، ولكن حضرتك بعد كده هتتعلم انك ترسم بشكل بطيء او بالراحه. خلاص احنا خلصنا دلوقتي كده الرسم بتاعنا. تمام؟ ظهر دلوقتي كده الخط زي ما حضرتك شايف. تمام؟ طيب الخط ده كده يعتبر ثابت ما بيتحركش، يبقى انا دلوقتي كده عايز اعرف احرك الشيب بتاعي ده وفي نفس الوقت احط له تاثير يديله مثلا دلوقتي كده حاجه جماليه. تمام؟ طيب هنركز دلوقتي كده معايا. اول حاجه علشان احرك ده لازم هتعمل ايه؟ هتضغط على اللاير وترجع دلوقتي كده تفتح دي، فهيبقى عندي هنا دلوقتي كده جزئيه مهمه جدا. اي شيء حضرتك بترسمه بيبقى فيه حاجه زياده اسمها كونتنتس. تمام؟ الكونتنتس دي بيبقى فيها حاجات او فيها حركات خاصه باللايرز بس. يبقى الصور ليها حركات، تمام؟ والحاجات الثانيه اللي هي الشيب بيبقى ليها حركات ثانيه. فانا دلوقتي كده عندي ترانسفورم وعندي كونتنت. الترانسفورم اللي هو البوزيشن والسكيل والاوباستي وهكذا، لكن الكونتنت حاجات ثانيه مختلفه. الكونتنت بيظهر عندك دلوقتي كده اسم الشيب اللي حضرتك رسمته، شيب مثلا واحد، انا هنا عايز مثلا دلوقتي كده اغير الاسم بتاعه ايا كان. تمام؟ طيب هبدا دلوقتي كده ان انا ادخل على الشيب. تمام؟ هنا بيبقى عندي حاجات باص وستروك وكل الكلام ده. عايز تغير مثلا اللون بتاعه من هنا، عايز تعمل له اوباستي برده نفس الكلام من هنا. بص اهو شايف ان الحز بقى بسيط. طيب بص دلوقتي كده رجع تاني مره ثانيه بقى اتقل. تمام؟ الستروك ويتس بص اهو شايف، لاحظ اهو هنا الاوباستي، ركز. فهنا تقدر انك تظبط برضه نفس الكلام كل الحاجات دي من هنا. تمام؟ طيب انا اللي يفرق معايا في الموضوع ده كله الكونتنت. الكونتنت لو جيت بصيت جنبيها هنا هتلاقي حاجه اسمها اد. الاد دي لو احنا ضغطنا عليها هتلاقي عندك حاجات كتير جدا، كل دي عباره عن حاجات ليها علاقه بالحركات وكل الكلام ده. اكتر حاجه احنا بنستخدمها هي عباره عن التريم باث. تمام؟ نضغط عليها هيظهر عندي دلوقتي كده التريم باث لوحديها. هنفتحها هنلاقي عندي حاجه اسمها ستارت واند واوفست. لو جينا نبص دلوقتي كده، خلاص لو جينا دلوقتي كده نبص على اللاير بتاعتنا بعد ما عملنا التريم باث، تمام؟ ظهر عندي دلوقتي كده التريم باث اهو. لو جينا دلوقتي كده نبص هنلاحظ ان انا عندي حاجه اسمها ستارت واند واوفست. طيب ايه الحاجات دي؟ الحاجات دي جنبيها برضه نفس الكلام. تمام؟ ووتش، وبالتالي هقدر ان انا اعمل من خلالها كي فريم، وبالتالي هحصل على حركه. طيب لاحظ دلوقتي كده معايا على الشكل، ركز على الشكل بس. لو انا دلوقتي كده حركت الستارت، بص ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان في حركه بتحصل، اختفى الجزء ده اهو بالشكل ده.
طيب انا عايز ان انا اعمل حركه، وبالتالي هتك مثلا على الستارت وادخل 20 مثلا كي فريم او ايا كان عدد الفريمات، وابتدي ان انا اعمل الشكل ده كده. بص ايه اللي هيحصل لو انا جيت من النقطه دي، هيترسم الشكل بتاعي اهو، هيترسم. فهمت الفكره؟ طيب نفس الموضوع مع الاند. تمام؟ طيب خلاص احنا دلوقتي كده عملنا الحركه بتاعتي، وعلى حسب انت عايز تحركها ازاي، عايز تحركها مثلا بالشكل ده ولا عايز تحركها بالعكس. تمام؟ هنرجع مثلا دلوقتي كده اهو، انا عايز دلوقتي كده مثلا ان انا احركها بالعكس، فانا هعمل دلوقتي كده كي فريم واتحرك قدام، وابتدي ان انا اعمل 100، فهتحرك دلوقتي كده بالعكس. بص اتحركت بالعكس، الثانيه كانت بادئه كده لكن دي بادئه كده، وهكذا. تقدر انك يعني تعمل حركات كتيره جدا من خلال النقطتين دول بس. طيب انا دلوقتي كده عرفت ان انا ازاي ارسم الشيب على السنان. تمام؟ طيب تعالى دلوقتي كده مثلا اقول لك ان انا عايز ارسم مثلا دلوقتي كده خط. عشان ترسم خط انت محتاج نقطتين، بوينت وبوينت. تمام؟ يبقى انت محتاج بوينت وبوينت. البوينت الاولانيه مثلا سي ان انا اعملها هنا، والنقطه الثانيه هعملها هنا بالشكل ده. تمام؟ ظهر طبعا الخط زي ما حضرتك شايف، بس تعالى نكبر الايه؟ الويتس بتاعه. تمام؟ عشان بس يبقى ظاهر لينا، يعني هو المفروض ان هو ما يبقاش كده. تمام؟ وهبتدي ان انا اظبط الايه؟ البوزيشن بتاع النقط بتاعي. انا علشان دلوقتي كده اقدر ان انا احركه واظبطه بحيث ان هو، لان هو شايف ان هو مايل، هقرب منه جامد. تمام؟ وبعد كده هبتدي ان انا اضغط على اللير اللي انا عايز اغيرها. تمام؟ واتك على البين تول. تمام؟ واتك هنا على المربع ده، فهيديني قابليه. لو انا هنا لو اداني القلم يبقى انا هرسم نقطه زياده. طيب لو انا اداني الجزئيه بتاعت الماوس دي يبقى انا هقدر ان انا احركها بالشكل ده كده. بص تعال نرجع اللي فات، شايف كانت مايله ازاي؟ بص كده اهو، كده بقت خط مثلا مستقيم. طبعا انا راسم حاجه كبيره علشان بس تبان ليك. تمام؟ طيب نفس الكلام لو حضرتك عايز تعمل دلوقتي كده الجزئيه بتاعت الرسم، هتدخل على الكونتنت. تمام؟ تظبط مثلا الويدث والايه والستروك بتاعك من هنا. سي مثلا ان احنا هنخلي الستروك مثلا بتاعنا 4. تمام؟ ونبدا ان احنا دلوقتي كده ندخل على اد، نعمل تريم باث. تمام؟ ونبدا ان احنا نشوف الخط بتاعنا هيترسم ازاي. تمام؟ طيب تريم باث اهي. هبدا دلوقتي كده ان انا اشوف هل انا عايزه يترسم من تحت لفوق ولا من فوق لتحت، ودي طبعا تفرق معاك على حسب انت عايز تحركها ازاي. فانا عايز احركها دلوقتي كده ان الخط بتاعي يترسم من فوق لتحت. تمام؟ فعشان يترسم من فوق لتحت فانا هخلي ال100 دي بتاعت الاند تبقى 0، وهعمل كي فريم، وهدخل دلوقتي كده. تمام؟ عباره عن 20 فريم مثلا ولا حاجه. تمام؟ واخليها 100 بالشكل ده، واشوف دلوقتي كده الحركه ايه اللي هيحصل فيها. بص لاحظ تاني اهو نفس الموضوع. وتقدر انك تعمل اشكال كتير. فمثلا برضو عندي حاجه اسمها دلوقتي كده داشز. عندك هنا الداش، لو ضغطت على اللاير تمام اللي حضرتك راسمها، وعملت دلوقتي كده جزئيه الداش دي، وضغطت على الزائد، هيبدا ان هو يتحول من شرطه او ان هو من حاجه ستريت الى حاجه منقطه بالشكل ده. وتقدر انك تتحكم في الداشز من خلال الجزئيه دي. تمام؟ ونفس الكلام الحركه بتاعتها عن طريق الاوفست بالشكل ده. تمام؟ طيب لحد كده احنا عرفنا ازاي نرسم تمام الخطوط اهو بتاعتنا والشيب بتاعتنا. طيب انا عايز دلوقتي كده مثلا ده ما يبقاش خط، انا عايزه يكون فيل. هتيجي دلوقتي كده عليه. تمام؟ حددنا اللاير، وندخل نعمل الفيل بتاعنا بالشكل ده اهو، او عن طريق انك بتدخل تحولها من هنا لهنا بالشكل ده. انا عايز مثلا ادي افكت كده يكون جميل، يعني اعمل حاجه اسمها فليكر افكت. فعشان تعمل فليكر افكت في الموضوع ده هتدخل دلوقتي كده على الاوباستي. اختصار الاوباستي هو عباره عن حرف تي، تضغط على التي ظهر الاوباستي. تمام؟ طبعا هي عباره عن حركه كده بدائيه، ولكن هتبقى يعني بالنسبه لك كويسه جدا ومفيده، وهتفيدك على فكره في الفيديوهات. هضغط على كي فريم، ولكن وانا عندي مثلا 25 او خلينا مثلا 40. تمام؟ وهتحرك قدام وهخليها مثلا 0. وبعد كده هاخد الاثنين كي فريم دول واخدهم كوبي، وهتحرك 10 فريم، وده عن طريق حاجه شورت كات احنا بنقول عليها شيفت بيج داون. ده بيتحرك 10 فريم. تمام؟ لو انا عايز مثلا اتحرك 10 فريم،
طيب انا مثلا دلوقتي كده عايز اتحرك مثلا 3 4 فريم بالشكل ده، وهعمل كنترول في، وبعدين اتحرك دلوقتي كده شويه كمان كنترول في. تمام؟ لو انا جيت بصيت دلوقتي كده، بص الايفكت هيحصل فيه ايه؟ شايف الفليكر ايفكت؟ لاحظت؟ طيب انا شايف دلوقتي كده ان الحركه بتاعتي مثلا سريعه، فابتدي ان انا ابعد دول بالشكل ده كده. تمام؟ انا بس عشان اوضح لك الحركه هتبقى عامله ازاي. بص كده، ركز دلوقتي كده معايا، شايف الفليكر؟ شايف اللي هي عماله بتقيد وتطفي؟ تمام؟ ده برده نفس الكلام، تقدر انك تعمل الايفكت ده. بص لاحظ اهو، فاداني برده نفس الكلام ايفكت. انت مثلا عايز تهايلايت على النقطه دي، تبدا انك تعمل هايلايتنج عن طريق الجزئيه دي. كده انا عايز اقطع مثلا الجزء ده، هعمل ايه؟ هضغط على حاجه اسمها الت دال. تمام؟ طيب انا عايز مثلا اقطع الجزء ده، هضغط على حاجه اسمها الت جيم. تمام؟ طيب القطع ده بيبقى على اساس ايه؟ بيبقى على اساس الانديكيتور لو واقف هنا هيقطع من هنا. بص كده ركز معايا اهو، قطع من اول هنا. طيب لو الانديكيتور ده مثلا واقف هناك اهو، هيقطع من اول هناك اهو بالشكل ده. فاهم الفكره؟ يبقى القطع بيبقى على حسب الانديكيتور. وبس كده احنا اتكلمنا على ازاي ترسم الفيل، ازاي ترسم شيب، ازاي تحرك الشيب بتاعتك. تمام؟ وتكمله الكي فريم بتاعتك. وبس كده، بالتوفيق.